الرحمن الضغيفج، أستاذ عبد الرحمن الضغيفج، رئيس لجنة اقتصاد في المنطقة الشرقية. إنما يقوم به الاحتلال التركي من استهدافه للإدارة المدنية وإداريها ما هو إلا وصمة عار في جبين الإنسانية، حيث أن هذا التصرف يندى له الجبين ويجب محاسبته من قبل المجتمع الدولي. فسكوت المجتمع الدولي على هكذا تصرفات يدل على عجز المجتمع الدولي على الوقوف ضد هذا الطاغية وضد الممارسات الإرهابية التي يمارسها الاحتلال التركي. وهذا يزيدنا إصرارا أن نتمسك بإدارتنا، نتمسك بثوابتنا، وإن شاء الله سوف لن ندع له الفرصة، وسنبقى متشبثين بأرضنا ونعلنها للعالم جميعا أننا باقون مهما عمل، وسنفشل جميع مخططاته الإرهابية. الاعتداءات الإنسانية وخاصة التي تخص النساء ما هو إلا عجز الاحتلال التركي عن التمييز بين النساء والأطفال والشيوخ، فهذه أيضا كما قلنا وصمة عار في جبينه. فندين بكل عبارات الإدانة هذا الاحتلال التركي وهذه الغطرسة التركية وهذا الإرهاب التركي لاستهدافه للنساء والأطفال. ونقول للمجتمع الدولي كفى صمتا على هذا المحتل التركي المجرم. منذ اعتقال القائد عبد الله أوجلان وهو يعاني من تصرفات همجية ووحشية من دولة الاحتلال التركي منذ اعتقاله عام 1998 إلى يومنا هذا، وحتى منع ذويه وأقاربه من زيارته في السجون والتعذيب الجسدي لهذا القائد عبد الله أوجلان. طبعا تركيا تصرف هذا التصرف بدون أي محكمة دولية أو قانونية بحق أي معتقل سياسي. وطبعا نظرة القائد نظرته الفكرية والتاريخية المساواة وأخوة الشعوب والتعايش مع جميع الطوائف المجتمعية، فهذا لا تريد تركيا العدوانية، هذه الاستقرار بهذه العادات والأخوة بين الشعوب، أنها لا تتأقلم أو تتفق مع مصالحها الخاصة. طبعا ناشد المنظمات الدولية المجتمعية وخاصة العالم بشكل عام من جميع منظمات وحقوقية الإنسان الإفراج عن القائد عبد الله أوجلان المعتقل السياسي، وعن أي معتقل سياسي يطالب بالعدالة والحرية والمساواة وأخوة الشعوب.